إذا تكلمنا عن المغرب، وأنا سأتكلم لا أتكلم كمسؤول في حركة الماك، لكن سأتكلم بما أحس فيه هذا المغرب زرته. فأقسم بالله أن المغرب لمفخرة لكل إفريقيا في كل المجالات، في التنمية. لماذا لا يدعمكم المغرب يا أخي؟ خليهم يدعمكم. أنا قلت لك لا أتكلم سياسيا هنا، أنا أتكلم كقبائلي زار المغرب وعارف المغرب. لا أنت في حواري معك على اليوتيوب قلت كلمة خطيرة جدا، قلت تقسم أنه لو دعمتكم الدولة المغربية سنتين فقط لنلتم استقلالكم. نعم، هذه حقيقة، والكثير من المغاربة يعرفون ذلك الشيء، يعرفون إذا ساندوا القضية القبائلية. أقسم لك أعيدها مرة أخرى أننا في عامين سنستقل. أقسم لك لو حد يعني إيش ممكن يقدموا لك المغاربة إذا كانت الجزائر قدمت الغاز والغالي والنفيس والجزائريين والثروة الجزائرية للصحراويين وصار لهم 50 سنة ما تحرروا؟ ايش معنى انت ايش ممكن تقدم لك المغرب؟ مال، فلوس، يعني فلوس ولا ما هو؟ هما قدموا كل هذا لقضية وهمية، لكن المغرب إذا قدمت ستقدمها لقضية حقيقية. هذا هو الاختلاف. هي لا تعتبركم قضية حقيقية وإلا كانت دعمتكم. أبدا، لو اعتبرتها قضية ليست قضية حقيقية لما تكلمت في الأمم المتحدة الممثل الرسمي للمملكة المغربية الأستاذ عمار هلال قالها بالحرف إنها آخر مستعمرة في إفريقيا تكلما بالشعب القبائلي. هذا عمار هلال الذي نحييه قالها في الأمم المتحدة. جميل جميل جميل. وفيما بغيت برك نزيد، والله أجده أنه إجحاف كبير وظلم أن نقارن مملكة التي يمتد قرون من التاريخ إلى مكون وهمي خلقته فرنسا. لا أجد يعني أي مجال لمقارنة بهذه التي تسمى الجزائر بالمغرب. وما أدراك المغرب؟ ولست هنا لأني خلاص أنت لابستك تهمة الارتزاق للمغرب مثلي، ونسأل الله العافية والسلامة. نحن مرتزقة. طيب لحظة، أنا طبعا يا جماعة لا يوجد. اختم بسرعة لأنه ضروري أنا أريد الأخ سعيد. نعم. بعض الأمور بعد أن أعطي الأخ سلطان. تفضل يا أخي. فيما يخص نقطة فقط أخيرة فيما يخص الحراك الريف. حراك الريف نحن كقبيليين وحركة ساندنا حراك الريف بمطالبه، أقولها بمطالبه، ونحن كنا في اتصال وما زلنا مع اتصال المسؤولين في الحراك ذلك الوقت في حراك الريف، وكانت مطالبهم مشروعة، هي مطالب اجتماعية مشروعة. ويعني الشيء الذي يفرح أن جلالة الملك قد لبى تلك المطالب، ورأيت أنت بنفسك كيف تطورت الناظور والحسيمة وكيف دعني هنا ذكرتني بالناظور والحسيمة. أقسم بالله يا جماعة، وهذا الكلام لحم السلطان يا أخي. أولا شعرت بارتياح عجيب، ولو أنه أنا لما رحت الحسيمة كانت شبه خاوية. قالوا لي أنهم في هولندا كلهم وأنهم يأتون في الصيف، لقيتها شبه فاضية، ما في الشواطئ فاضية والدنيا فاضية. والناظور الله، قضيت في الناظور كم يوم، ورحنا لبيت حموتي في منطقة اسمها زيادة وزايد هكذا حاجة، وكان يوم جميل في الناظور وأهل الناظور. وأنا من هنا أحيي كل إخواني ما بين الحسيمة والناظور إلى شفشاون إلى طنجة، في هذا البقعة من أكرم الناس ومن أفضل الناس يعلم الله. والبلاد تلك البلاد في منتهى الروعة. يجي لك واحد يقول لك ريف وخرابيط، يا أخي خليهم يعني في أحسن وضع، في أحسن حالية أمازيغية وكذا، لكنكم تؤيدون نظاما مطبعا. لماذا؟ أولا قومية أمازيغية لا أبدا،
لسنا في قومية أمازيغية، والدليل هنا، الدليل نحن نساند القضايا العادلة حتى ولو كان أخا لي. لا ليست قضية قومية أمازيغية، أنا ضد كل الناس الذين يساندون بالقومية. دونك لا أقول في جهة أنا ضد البعثية ومن جهة أخرى أساند القومية الأمازيغية، لا لست في هذا الطرف. فيما يخص أريد يا إما أنكم دولة إسلامية دينية أو قومية أمازيغية، ولا ما شكلكم أنتم؟ لا، نحن اسمها دولة فيدرالية قبائلية، ودولتنا ستكون متفتحة على كل شعوب العالم وخاصة شعوب الجوار، لأن قال لك الجار قبل الدار. دونك نحن بيان سور سنحاول أن نعمل مع جيراننا، ومن بعد نحاول أن نكون إخوة لكل الشعوب. ولعلمك نحن كشعب قبائلي لم تكن لدينا مشاكل مع الشعوب الأخرى، حتى الشعب الإسرائيلي لم يكون هناك أي أو اليهودي عامة لم يكن لنا مشاكل معهم. هذه حقيقة تاريخية. ما في شعب اسمه الشعب الإسرائيلي، ما في شعب، هؤلاء اللقطاء مجمعين. يهودي، شعب يهودي مجمع، ليس لهم أرض وليس لهم صفة. نعم، هذه قضية أخرى. فيما يخص يعني كاين شي نقاط سجلتهم فيما قالوا الإخوة. أولا فيما يخص الأخ تكلم على حراك الجزائر. أي حراك؟ هو حراك، تكلم عن حراك مبرمج من طرف جناح في السلطة الجزائرية، والدليل كانوا يخرجون كل جمعة ويشطحون ويمرحون لعامين. ليش تقلل من هذا الحراك؟ أطاع بالتفليق الذي كان يعد العهدة الخامسة. ليش تشكك فيه؟ بالعكس، خرجت مظاهرات جميلة جدا. حراك بملايين أطاحوا بواحد في مسكين في شريطة. ايوه، لانه يا اخي طبيعي انهم يثوروا، لانه واحد يحكمهم هو. واش جاب هذا الحراك؟ طيح واحد في شريطة. هذا هو كان ميت. ايوه، حراك على شخص لا يتحرك اللي هو بالتفريط. هي بالذات حراك خرجوا الملايين عامين باش يطيحوا واحد ما يتحركش على وما يتكلمش حتى. دونك هو بنادم، وشكون طاح الاخر؟ وايضا جابت القمع مور الحراك، جا القمع جنب التسجيل، يعني سجن كل الحريات، ليس فقط الاشخاص، ما كل الحريات في الجزائر عامه وخاصه في بلاد القبائل. تم تمرير مشروع صفر قبائلي. هذا مشروع صفر قبائلي لم اتكلم عليه، هو مشروع رسمي للدولة الجزائرية بمسؤولين جزائريين قاموا بمؤتمر سموه مؤتمر صفر قبائلي. هذا المؤتمر قاموا به في 2019، وين خذوا القرار باش يصفوا القبائل. اولا تصفيتهم من النظام، يجب ان لا يكون هناك قبائلي موجود في النظام. ثانيا في المؤسسات، واخيرا تصفية الشعب. وهذا ليس كلاما فقط، فهو موجود موثق بفيديو مسجل، بفيديو موجود على اليوتيوب، كل الشيء الذي تكلموه في الداخل. والأشخاص الذين قاموا بالمؤتمر هم من الجيش والسياسيين، هو جمع من الجيش والسياسيين، وخذوا القرار باش يعني يمشوا في واحد التصفية العرقية. دونك حراك، أي حراك، لا يوجد حراك في الجزائر ولم يأتي بأي نتيجة ما عدا القمع. تكلم الأخ أيضا عن حركتنا، فحركتنا لديها حكومة مؤقتة، حركتنا لديها برلمان منتخب من طرف القبائليين. حركتنا تقوم في 2021 قامت ب500 مظاهرة، 500 بين تجمع ومظاهرة، 500. يعني حنايا حركة تتحرك، حركات تطالب. وفي الجهة المقابلة حاليا أكثر من 400 سجين موجود حاليا، وتم سجن منذ 2019 إلى يومنا هذا أكثر من 1800
قبيلي، وهناك العديد من المساجين الذي تم اغتصابهم وتعذيبهم في السجون الجزائرية. هناك 54 حكم عليهم بالإعدام، أنا واحد منهم، أنا حكم علي بالإعدام وعندي مذكرة توقيف دولية. يعني كاين بلدان إذا مشيت عندهم سيتم القبض علي كإرهابي، أنا أعتبر إرهابي. دونك ما تقدرش تقارن لي الحركة ديالنا ولا القمع في الجزائر بالمغرب